السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم يا ربي هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير، صحيحتكم بخير وليداتكم بخير وكل شيء اموركم مزيانه ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا غنشارك معكم ميني بطبوط كيجي زوين وناجح من اول تجربه، نزوقوا به المائده الرمضانيه ديالنا ونحضروا كيف رمضان كيف بلا رمضان. صراحه كيجي لذيذ. غنشارك معكم واحد الحشوه بسيطه ولكن لذيذه بزاف ان شاء الله. خليت لكم جوج ديال المقاطع في البدايه ديال الفيديو باش تشوفوها، لانني غنحطها في الفيديو الجاي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايك من لو بارطاج مع الاهل والاصدقاء والكلمه الطيبه اللي كتخليو ليا، وبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا المكونات والطريقه. نبداو على بركه الله بالمكونات. اول حاجه كنحتاجو جوج ليف ديال الفورس، الزلافه الاولى والزلافه الثانيه وزلافه ديال الفينو. هي دي زلافه اللي عبرت بها وهي اللي غادي نحتاجها باش انني غادي نقول لكم شحال غندير ديال الماء. غنحتاجو معلقه ديال سنيده، معلقه ديال الخميره والملحه وجوج معالق ديال الزيت. هادو هما المكونات وغنعجنوهم بالماء دافي. بعد ما خمرت العجينه ديالنا وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، غنحاولوا نفرغوا هذاك الهواء منها. دابا غنحاول نقسم على 3 ديال البارتيات باش نقدر نسرحها مزيان. صافي غنبداو نسرحوا العجينه ديالنا بالاستعانه بالفينو. غناخدو هاد القطاعات، مهم خدوا الحجم اللي نتوما بغيتو. انا غناخد هذا كتحطوه وتضغطوا مزيان صافي وضربوه. هانتوما
بالنسبه لهاد العجينه غنعاودو نجمعوها ونعجنوها حتى هي ونسرحوها بنفس الطريقه، ونتلاقاو ملي نبغيو نطيبوهم ان شاء الله. رجعت معكم باش نطيبوهم تقريبا بين ما ساليت العجينه كامله وقطعتها كامله بديت نطيب، يعني ما تسناوش عليه بزاف لانه في المره الاولى خمر مزيان. فغنبداو نطيبو. تقدروا ديروا المقله ثقيله اولا هاد المقله، المهم اللي بغيتو. انا كنفضل نطيب هادي. بالنسبه لطريقه الطياب ديالهم كاينين جوج ديال الطرق، يا اما طيبوا هكذا بلا زيت، اولا كاين اللي كيبغيهم يكونوا محمرين واحد شويه يدهن واحد القطيره ديال الزيت ويطيبهم فيها. انا ان شاء الله غنجرب معكم الطرق بجوج وشوفوا اللي بانت لكم مزيانه استعملوها. ملي كتحطوا تكملوا الدوره صافي بداو تقلبوا فيهم، واخا مازال ما حماروا ما حتى حاجه بداو تقلبوهم. هانتوما كيف ما شفتوا راه كيتنفخوا كيجيوكم ناجحين. من بعد ملي كتسخن البوطه مزيان صافي غير كتوليو كتقلبوا فيهم كيتقلبوا بالزربه كيشدوا فراسهم بالزربه. بالنسبه لطريقه الطياب الثانيه هي اننا كندهنوا شويه الزيت، غير كنتزقوا هاد الشيته بالزيت غير قطيرات صافي ونطيبوا عادي. نتوما تشوفوا معايا المراحل. بسم الله. غير باش كيعطي داك اللون محمر وصافي. كيف ما شفتوا غير كنحطوهم صافي وكنبداو نقلبوا في البلاصه. حتى الا كانت المقله كبيره مثلا غير كتكملوا الدوره ديالكم وكتقلبوا. كنتمنى تكونوا كدوزوا هاد الاجواء زوينه بوصفات خفيفه ظريفه، لاننا صراحه خصنا نعتمدوا بزاف على الخضره مفوره على الديسير، من نحاولوش نمشيو للمعجنات بزاف لانها كضر المعده صراحه وكتقل علينا. فمحتاجين في هاد الوقيته اننا ناخذوا خضره فخاش. جيتكم مع الشكل النهائي. انا ساليت الطبق ديالي واجد بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديالي ما ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك من لو بارطاج مع الاهل والاصدقاء. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم السلام عليكم.